بسوي مسخن ان شاء الله. هنا عندي الدجاجتين، اسلقهم مع بهارات صحيحة وكيوبس ماجي وشوية ملح. البهارات حطيت قرفة وقرنفل وهيل وورق الغار وفلفل اسود طبعا. عندي هنا في القدر الثاني احط زيت زيتون، احط كمية من زيت الزيتون كده كفاية. وبقلي فيها بصل جوانح، بصل كمية برضو. خلاص قلبت البصل لين دبل. دحين نحط عليه البهارات بحط قرفة شوية، ما تكتروا القرفة عشان لا تقلب طعم المسخن. وبحط فلفل اسود، يعني تقريبا ملعقة فلفل اسود صغيرة، ملعقة شاي. واخر شي بحط اللي هو السماق. بسم الله. خلاص كده طفيت النار. تبغوه حامض حطوا له ملح الليمون شوية، برش رشة ملح بسيطة. تبغوه مالح حطوا ملح الليمون معاه، يعني مو مالح حامض اقصد، حطوا ملح الليمون. عندي هنا خبز الطابون، انا اقطعه ارباع، اسهل لما الواحد يجي ياخد ربع. باخد من مرق سلق الدجاج شوية مو كتير، بس شوية كده اسقيه شوية. وهنا الحمسة هذه حقت البصل حطيت عليها شوية من مرق الدجاج، بس شوية. اخذ من الحشوة واوزع على الطابون الخبز، لاني بحط خبزة ثانية كمان. الان اخذ الدجاج، بسم الله من هنا، احطه في الزيت، اقليه في الزيت. زينتها بصنوبر ولوز، وبالعافية.